نعملها بطريقه جديده هتدينا طعم لذيذ جدا وشكل زي ما انتم شايفين. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي الفيديو بتاعنا. هتروحي لبتاع الفراخ تقولي له انا عايزه اعمل حمام كداب، هيديكي وراك فراخ مخليه من العظم بالشكل ده. فاول حاجه هنعمل تتبيله بسيطه للوراك. عندي بصله متوسطه عليها واحده طماطم. بعد كده هتبل كده تتبيله بسيطه، رشه ملح، فلفل اسود، وتوابل فراخ. تتبلها كويس جدا جدا عشان تديني طعم ويكون طعم اللحم بتاعها حلو جدا. هحطها في الثلاجه. معلقتين زيت كبار وبصله صغيره متقطعه صغير اهو. هقلبها واديها رشه فلفل اسود ورشه ملح. الورك الواحد بياخد معلقتين كبار رز. انا مش عايزه الرز مستوي 100%، يعني يا دوب يدخل في التسويه. هي صينيه عليها قطع او شرايح من البصل والطماطم وادي الحشو. هجيب عندي الورك، كل ورك بياخد معلقتين كبار رز. الحشوه انا هستخدم الخله ليه مع الخيط. الخله هقفل بيها كده اظبط الشكل علشان اعرف اربط الورك بتاعي. بصوا اجيبي الخيط التخين اللي عندك، اي خيط بس يكون تخين ينفع تربطي كده رقبه الحمامه من فوق، وبعد كده هتلفي وانت بتضغطي اهو بالراحه، تلفي لغايه الاخر، وبعد كده ترجعي تلفي تاني لغايه الاول وتربطي نهايه الخيط وخلاص كده. بصوا هدخلهم فرن على الشبكه على اعلى درجه حراره لغايه ما ياخد لون الفراخ، فهتكون استوت معايا تماما. بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بصوا لونه عامل ازاي وطعمه بجد لذيذ جدا فوق ما تتخيلوا.